بيبدأ فيلمنا بشخص مجنون ماسك جهاز تحكم لقنبلة وبيكون مع عصابته وبيبقى حاجز 22 رهينة، وساعتها البوليس بيبقى في كل مكان والأسطح عليها قناصة، وكل التوتر ده بتغطيه الصحافة والإعلام. وقتها واحد من المجرمين اسمه جبريل بيكلم البوليس وبيقول لهم الرهاين مربوطة بمتفجرات، ولو فكرتوا في التدخل هتكون نهاية حياتهم جوه البنك. بس البوليس مش بيهتم بكلامه، والقناص بدقة عالية بيقتل واحد من عصابته، وبعدها بيتدخلوا عشان ينقذوا واحدة من الرهاين بره البنك. بس ما بيعديش ثواني وبتنفجر الرهينة وبيتحول المكان كله لحطام. عشان نفهم اللي حصل بنرجع 4 أيام قبل الانفجار. وقتها بنشوف شخص اسمه أكسل وهو داخل المطار، بس ساعتها البوليس بيشك فيه لما بيلاقوا معاه باسبورين وبيتحفظوا عليه لحد ما يتحروا عنه. ساعتها أكسل بيحاول يستغل الفرصة وبيهرب، لكن محاولته بتفشل والشرطة بتقبض عليه. وبعدها بنكتشف إن أكسل متورط مع سياسي كبير وهو السيناتور جيمس ريسمان، وبنشوف ساعتها السيناتور وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه اللي بيبلغه إن أكسل اتمسك، لكن محدش عرف حاجة عنهم. وساعتها المساعد بتاعه بيطمنه إنه هيتصرف فورا. بعدها بنروح لستان اللي بيلعب جولف قدام بيته، وفجأة بتدخل عليه جينجر وبتعرفه بنفسها وبتقول له أنت أخطر هاكر في أمريكا، بس شكلك عادي ما يديش إنك عبقري. بس ستان مش بيهتم بكلامها وبيسألها أنت عايزة إيه. وقتها جينجر بتقول له إن رئيسها عايزه في شغل، بس ستان بيقول لها أنت بتضيعي وقتك، أنا مش هلمس كمبيوتر تاني، أنا مش عايز أرجع السجن. بس جينجر بتستفزه وبتسأله على بنته، فستان بيتعصب وبيطردها من البيت. بعدها بنشوف ستان بره البيت، وساعتها بيتفاجئ ان جينجر لسه واقفه، فبيقول لها لسه واقفه هنا ليه؟ فبترد عليه وبتقول له مش نفسك تشوف بنتك؟ انت عاجبك الحياه دي؟ وبتديله شنطه فيها 100,000 دولار وبتقول له احنا كمان نقدر نساعدك اكتر. ستان في الاول بيبقى متردد، بس جينجر بتقول له مش هتخسر حاجه، هو عايز يقابلك مره واحده، ولو ما عجبكش كلامه امشي والفلوس دي هديه. ساعتها بيوافق ستان. الناحيه التانيه بنشوف اكسل قاعد مع ضابط اسمه روبرت بيحقق معاه، وفي نفس الوقت بيبقى فيه 2 بيتسللوا لأوضة التحقيق. روبرت بيضغط على اكسل وبيقول له اتكلم والا هتشوف اسلوب تاني، بس اكسل بيقول له انا كده كده ميت اصلا. فروبرت بيقول له مين اللي مخوفك؟ اكسل بيقول له انه ما يعرفش اسمه ولا حتى مكانه، لان كل العمليات اللي عملتها معاه كانت رجالته بياخدوني لمكانه وبيقولوا لي المطلوب وانا بنفذه وباخد فلوسي وبمشي من سكات. بس فجأة بيخرج روبرت من الأوضة لأنه جاله مكالمة، وساعتها بنشوف واحد من المجرمين اللي تسللوا جوه المبنى بيطلع مسدسه. وفي الوقت ده أكسل بيقف ناحية المراية العاكسة، وهنا بنشوف القاتل بيرفع سلاحه بيفرغ رصاصتين في دماغه ودماغ المحامي بتاعه. وقتها روبرت بيسمع صوت الطلقات وبيجري ناحية الأوضة، لكن بيوصل متأخر وما بيلحقش ينقذهم. على الناحية التانية بيوصل ستان وجينجر لمقر رئيسها. ده بيكون أول لقاء ما بين ستان وجبريل. ستان من غير أي مقدمات بيسأله ليه طلب إنه يقابله. ساعتها جبريل بيديله لابتوب وبيطلب منه يخترق وزارة الدفاع، فستان بيفتكره بيهزر وبيقول له ده مستحيل. بس جبريل بيشاور لواحد من رجالته اللي بيحط المسدس على دماغ ستان وبيقول له معاك 60 ثانية بس عشان تفك الشفرة. وقتها ستان بيبقى متوتر جدا وبيحاول بكل طاقته، وجبريل بيعد الثواني بكل برود بيقول له شكلك هتموت. بس في آخر لحظة بينجح ستان إنه يفك الشفرة. وقتها ستان بيتعصب وبيمشي، بس جينجر بتلحقه وبتقول له إن ده كان اختبار وإنه لازم يكمل لو عايز ياخد الفلوس ويرجع يعيش مع بنته. وبتقدر انها تطمنه وبتقول له صدقني دي فرصتك عشان تغير حياتك. على الناحية التانية بيكتشف البوليس ان ستان وصل لوس انجلوس، وساعتها روبرت بيطلب منهم تقرير كامل عن سبب وجودهم في المدينة، خصوصا ان ستان مجرم سابق ومعروف بعبقريته الإجرامية. بعدها بنشوف ستان في بيت جبريل بيكملوا سهرتهم، وهناك بيطلب منه جبريل شفرات معقدة جدا. وقتها ستان بيقول له ان الموضوع مستحيل لان الاكواد بتمسح نفسها تلقائي. ساعتها جبريل بيعرض عليه 10 مليون دولار عشان يفكها، فبيتفاجئ ستان وبيوافق فورا. تاني يوم بيروح ستان لمدرسة بنته بيشوفها بعد غياب طويل بسبب سجنه، وبعدها بيوصلها لحد البيت وبيودعها في مشهد مؤثر جدا بيطمنها ان كل حاجة هتبقى كويسة. بس فجأة بيركب ضابط عربيته وبيحاول يكلمه، لكن ستان ما بيسمعش وبيضرب الضابط في وشه وبينط من العربية وبيجري بأقصى سرعة، لكن البوليس في الآخر بيمسكه. بعدها بنشوف روبرت والمحققين بيكلموه، ووقتها روبرت بيقول له ده كلام ودي وبيعرفوا انهم شافوه بيخش المطار مع جينجر. وقتها بيعرض عليه روبرت انه يسلمه العصابة وهيساعده في موضوع بنته، بس ستان بيتهرب من السؤال وبيقول له انا جاي المدينة عشان ازور بنتي وبس. بعدها روبرت بيديله الكارت بتاعه وبيقول له لو عرفت حاجة بلغني فورا، وسابه يمشي. بعدها بيرجع ستان لبيت جبريل، ووقتها بيتصدم صدمة عمره لما بيشوف جينجر لابسة جهاز تنصت تحت هدومها. اول ما بتشوفه جينجر بترفع السلاح في وشه. ستان لسه مش مستوعب اللي شايفه وبيسألها انت مين وبتعملي كده ليه؟ بتقول له ما
ينفعش اقولك لان لو عرف هيقتلني. فستان بيضغط عليها وبيقول لها احنا لازم نثق في بعض وتقولي لي انت مين. ساعتها جينجر بتواجهه بالحقيقه وبتقول له انها من جهاز مكافحه المخدرات وان هو مش المقصود، هم عاوزين جبريل. في اللحظه دي بيدخل عليهم جبريل، فبسرعه ستان بيخبي الجهاز في جيبه عشان جبريل ما يشكش في اي حاجه. بعدها بيروح جبريل وستان لكافيه، وساعتها بيبدا جبريل بيحكي له عن عمليه لشرطه مكافحه المخدرات في الثمانينات. وقتها المكافحه اسست شركات وهميه لجمع الادله عن اكبر تجار المخدرات في العالم، بس المشكله ان الشركات كسبت ارقام ضخمه جدا، اكتر من 400 مليون دولار. وقتها الفلوس دي اتجمدت في البنوك وبقى ليها فايده كبيره جدا، وصلت ل 9 مليار دلوقتي. وكل اللي طالبينه منك انك تهجم على شبكتهم وتهكرها، وساعتها هنحول الفلوس لحسابات عشوائيه مملوكه لينا. بس ستان بيقطعه وبيقول له انت فاكرها سهله؟ احنا اصلا عشان نوصل للشبكه دي لازم نهكر بنك حقيقي متوصل بنفس الشبكه، وده هياخد وقت كبير مننا. بس تفصيله زي دي ما تعديش على مجرم بخطوره جبريل. جبريل بيقول له مفيش مشكله، بص وراك. بيبص ستان وراه، ساعتها بيلاقي البنك العالمي قدام المكان اللي قاعدين فيه، وبيفهم هنا ان كل حاجه مع جبريل متخطط ليها بعنايه شديده. على الناحيه التانيه بيقدر يوصل روبرت والمحققين اللي معاه لمكان العصابه، لكن بيفضلوا يراقبوهم من بعيد لانهم شاكين انهم بيدبروا العمليه خطيره جدا. وبعدها ستان بيقدر يوصل لطريقه يفك بيها شفره البنك، ومش بس كده، ده اخترع فيروس عشان يهكر الشبكه كلها ويتحكم فيها بكل سهوله. بعدها مساعد السيناتور بيوصل لبيته وبيسلمه ملف فيه الصور اللي روبرت اخدها للعصابه. السيناتور بيتصل فورا بجبريل عشان يلغي العمليه لان البوليس بيراقبوا وكلهم بقوا في خطر. بس المفاجاه ان جبريل بيرفض ولاول مره بيعصي اوامره، بيقول له كل حاجه هتمشي زي ما انا عايز، وبيقفل السكه في وشه. وقتها السيناتور بيبقى مصدوم، بيأمر المساعد بتاعه انه يخلص عليه في اسرع وقت لانه بقى بيمثل خطر كبير عليهم. بعدها بنشوف ستان قاعد بيكتب الشفرات بسرعه وبتركيز عالي، وبعدها بينزل للقبو عشان يجيب حاجه يشربها. بس فجاه بيتجمد في مكانه لما بيلاقي جثه جبريل قدامه، فبيطلع يجري وهو في قمه الرعب. بس الصدمه ان بيلاقي جبريل في وشه وبيقول له مالك، شفت عفريت ولا ايه؟ بعدها بيقول له تعالى نتمشى شويه بالعربيه. وهما في العربيه جبريل بيكلمه عن الساحر العبقري هوديني، انه كان بيسحر للناس وبيستغل ان كل اللي بتشوفه حواسك بيصدقوا عقلك. وقتها جبريل بيلمح عربية بتطاردهم، فبيجري بالعربية وفجأة بيسحب الفرامل وبيقف على كرسيه بيفرغ الطلقات في العربيات اللي وراهم. بس الموضوع ما خلصش هنا، جبريل بيوقف العربية وبيطلع رشاش ضخم من شنطة العربية وبدأ يضرب بالرشاش على العربيات، وحول المكان لساحة حرب حرفيا، والعربيات كلها انفجرت. بعدها بيركب العربية وساعتها ستان بيسوق بأقصى سرعة، وفي نفس الوقت جبريل فتح النار من الشباك والمطاردة بتولع لحد ما بيوصل لطريق سد. وقتها ستان بينط من العربية وجبريل بيفضل يضرب بالرشاش على العربية لحد ما بتنفجر. بعدها بيقرب من الجثث وبيكتشف انهم مش عصابة، دول رجالة السيناتور، فبيتعصب وبيرفع السلاح في وش ستان وبيقول له قدامك 12 ساعة بس وتنفذ المطلوب والا هتموت. بعدها بنشوف طيارة هليكوبتر وبينزل منها جبريل عشان يقابل السيناتور. وقتها جبريل بيواجهه، ازاي تعمل معايا انا كده؟ عايز تقتلني واحنا قربنا من هدفنا؟ فبيرد عليه السيناتور وبيقول له ان الاف بي اي بيراقبوك طول الوقت وكنت هتكشفنا. بس ساعتها رد عليه جبريل وقال له انت خذلتني وخنت امريكا، وبيطلع المسدس بتاعه وبيخلص على السيناتور. بعدها بيظهر جبريل مع ستان وهو بيسلمه الشفرات، وساعتها جبريل بينفذ وعده وبيحوله ل10 مليون دولار وبيقول له تعالى ورايا هوريك حاجه مهمه جدا، وبيقول له انا مش مجرد حرامي. ووقتها بيدخلوا قاعه كبيره مليانه اسلحه ومعدات وبيقول له انا بحارب الناس اللي ضد امريكا. ساعتها ستان بيفهم ان جبريل مش بيستعمل خطوط التليفونات عشان يتنصت، ده ناوي يهجم على البنك ذات نفسه. فستان بيجري باقصى سرعته وبيفصل الكهرباء. رجال جبريل بيرفعوا عليه الاسلحه، بس جبريل بيقول لهم ما تقلقوش هو هيجي من نفسه. بعدها جبريل وعصابته بيقتحموا البنك بالعربيات وبيحتجزوا كل الموجودين وبيبقى معاهم كميه كبيره من المتفجرات. الناحيه التانيه ستان بيوصل بيت طليقته، بس المفاجاه انه بيلاقي طليقته وجوزها مقتولين وبنته مش موجوده. وبنرجع تاني لحظه الانفجار الرهيبه اللي دمرت المكان كله وحولته لحطام. بعدها جبريل بيكلم روبرت وبيقول له انت السبب في اللي حصل، حياه الرهاين بين ايديك، انا عايز طياره خلال 25 دقيقه. بعدها جبريل بيأمر ستان يخلص مهمته ويحول الفلوس، بس ستان بيرفض يعمل اي حاجه قبل ما يشوف بنته ويطمن عليها.
وقتها جبريل بيؤمر واحد من رجالته عشان يجيب بنته، وبيقول له انت اللي اجبرتني، خلص شغلك وحول لي الفلوس وهسيبك انت وبنتك تعيشوا. بيكمل ستان مهمته وبيحولوا الفلوس على حساباته المختلفة حوالين العالم، وبيتأكد جبريل ساعتها ان الفلوس وصلت وبيديله بنته. لكن فجأة وهم خارجين الحسابات بتصفر، وبيكتشف ان ستان عمل لعبة عليه، فبيجروا وراهم، بس ستان بيقدر يقاومهم وبيهرب بنته بره البنك. بس للأسف هو ما بيلحقش يهرب، وساعتها جبريل بيحط المسدس على دماغه وبيقول له انت عملت ايه؟ وقتها ستان بيساومه وبيقول له انت لو قتلتني خطتك كلها هتبوظ. الاول خرج الرهاين وساعتها هرجع لك فلوسك وكل حاجه هتبقى تمام. لكن المفاجاه ان جبريل بيرفض وبيؤمر رجالته انهم يجيبوا جينجر ويشنقوها قدامه، بيقول له قدامك 60 ثانيه بس، يا ترجع الفلوس يا جينجر هتموت. وبيبدا يعدله الثواني زي المره اللي فاتت بالظبط، بس المره دي بجد. وقتها ستان بيجري بسرعه ناحيه الكمبيوتر، بيحاول بكل طاقته انه يرجع الفلوس. في الوقت ده جينجر بتصارع الموت، وعلى اخر ثانيه حرفيا بينجح ستان انه يرجع الفلوس. وقتها بيأمر جبريل رجالته انهم ينزلوا جينجر، بس اول ما بتنزل بيضربها بالنار على طول. وقتها ستان بيتصدم ومش مصدق اللي حصل، بس جبريل بيقول له دي خاينه وشغاله مع البوليس. بعدها بيأمر رجالته انهم ياخدوا ستان وكل الرهاين ويدخلوهم جوه الاتوبيس. بعدها بيكلم الضابط روبرت وبيقول له اخلوا المكان وحافظوا على المسافه ما بيننا، وبحذرك من اي تهور والا هقتل الرهاين. بعدها بيتحركوا ناحيه المطار والبوليس بيبقى حواليهم في كل مكان، بس فجأة الأتوبيس بيغير مساره، وساعتها بتظهر طيارة فوق الأتوبيس وبينزل منها كذا خطاف بيركبوهم رجالة جبريل في الأتوبيس، وبتطير الطيارة بيهم. لكن الرياح بتبقى قوية جدا والطيارة ما بتقدرش تعلى بالأتوبيس، فبتفضل تخبط في المباني وبيختل توازن الطيارة. لكن في الآخر الطيار بيقدر ينزل الأتوبيس فوق سطح المبنى، وبينزل جبريل عشان يركب الطيارة. وساعتها بيجري ستان بسرعة ناحية الأتوبيس، بيلاقي صندوق فيه RPG فبيطلعه بسرعة وبيصوب على الطيارة. وفي اللحظة دي بتنفجر الطيارة انفجار رهيب وبيموت كل اللي جواها. بعدها الشرطة بتوصل بتحفظوا على ستان. بعد كده بنشوف ستان وروبرت في المشرحة عشان يتعرفوا على الجثة، بس بتبقى متفحمة وملهاش أي ملامح. لكن الدكتور بيقول لهم إن التحاليل أثبتت تطابقها مع جبريل، ومن المعلومات اللي وصلت لنا عرفنا إن جبريل كان عميل سابق في الموساد. وقتها بيخش عليهم ضابط وبيقول لروبرت إن مفيش أي سجلات في جهاز مكافحة المخدرات لعميلة باسم جينجر. كمان دورنا في كل المستشفيات وملقناش أي جثة ليها. وقتها ستان بيفتكر كلام جبريل إن أي شيء بتراعي العين بيصدقه العقل، وهنا بيفهم إن كل ده كانت لعبة من جبريل وإن دي مش جثته. وقتها بيضحك ضحكة سخرية، بس بيقرر إنه ما يتكلمش. وفي الآخر بيودع الضابط وبيمشي علشان يروح أخيرا لبنته ويعيشوا في هدوء. وبعد كده بنتفاجئ لما بنشوف جينجر بتخش البنك وبتحول كل الفلوس على حسابها. بعدها بتخرج من البنك وبتروح للمرسى، وهناك بتقابل جبريل وبتطمنه إن كل حاجة تمت على أكمل وجه. بعدها بيركبوا المركب عشان يستمتعوا بحياتهم بعد ما استولوا على مليارات. وبكده تنتهي أحداث فيلمنا.